يعني وزارة التموين في مصر تحولت لسوق سوداء بمعنى الكلمة. يعني الأسعار في وزارة التموين نفسها لما تنافس الأسعار التجار، كل يوم الأسعار بشكل، كل يوم وزير التموين طالع يقول لك أنت ما تاخذ دعم وما تتقنعر، وما تقنعر عليها يا علي مستحيل. يعني أنا مش عارف إزاي الحكومة بتفكر. الحكومة لما تنام وتصحى، يا ترى هننكد على الشعب النهارده؟ يا ترى هنطلع قرارات النهارده؟ يا ترى هنعمل مصيبه النهارده؟ يعني هل الحكومه دي بتفكر؟ مش عارف انا الحكومه دي بتفكر ازاي؟ هل الحكومه دي بتفكر في العاطلين مثلا على العمل؟ مش تقول لك اللي دخلهم ضعيف. يعني ملايين العاطلين عن العمل في مصر عايشين ازاي؟ بتوع تكافل القرار دول بتوع 300 جنيه في الشهر عايشين ازاي؟ 300 جنيه بتوع تكافل القرار، 300 جنيه دول يجيبوا فرخه ولا فروجه ويجيبوا لهم ازاز الزيت، ازاز الزيت الوقت النهارده ب 60 جنيه. هل الحكومه بتفكر في مشكله المواطن فعلا؟ هل علي المصالحي يدري على المواطن؟ يا علي المصالحي انت يا وزير التموين صلاحيتك انتهت، مالكش صلاحيه اصلا. ارحم المواطن، ارحم المواطن، المواطن تحت القصف، تحت قصف الاسعار، تحت قصف المعيشه، تحت قصف الكهرباء، تحت قصف كروت الشحن. بالنسبه كروت الشحن الوقت العيشه ما يقول لك بالكروت، وبعد كده يعملنا باقه للفينو، والله اعلم بكره يحصل ايه تاني. ويقول لك في احتياطي 6 شهور للقمح، وفي احتياطي للرز، ولا نيله. يعني انت وزاره التموين اشتري من المواطن بدل ما تستورد من بره بالدولار، اشتري من المواطن بالجنيه المصري القمح، تدعم المواطن. يعني وقت الشعب داخل على مجاعه، حرفيا داخل على مجاعه. يعني الواحد ممكن واحد بجاه فروجه مروح بيها العيال وواحد يخطفها منه، ما هو برضه ثاني عايز يعشي عيال وهجيب منين؟ الناس يعني لما تكح تراب خلاص، ولا نفع معاها فلوس، ولا نفع معاها بركه، ولا نفع معاها اي حاجه. يا ريت وزاره التموين يعني ما فيش غير السلع الاساسيه. يعني الناس الوقت مش عايزه تبني ولا عايزه تشتري اراضي ولا الناس عايزه تعيش. يعني الوقت حتى اللقمه الناس مش لاقياها.